أنت ممكن تكون كويس جدًا في مجالك، بس بتخسر فرص كتير جدًا لمجرد إن أنت مش مطوّر الsoft skills بتاعتك. طب إيه هي الsoft skills؟ الsoft skills هي عبارة عن المهارات اللي بتخلّيني أعرف أشتغل مع الناس، أتعامل معاهم، أحل المشكلات، وكمان أعرض أفكاري عليهم بثقة. طب إيه هي الكورسات أو المهارات اللي أنا المفروض آخُدها؟ أول حاجة لازم تكون عندي هي الtime management، إدارة الوقت. دي اللي بتخلّيني أعرف أحدد الأولويات بتاعتي، وأقدر إن أنا أنجز حاجات كتير في وقت قصير. تاني حاجة أنا عندي الcommunication skill، مهارة التواصل، الteam work العمل الجماعي، negotiation skills مهارة التفاوض، وكمان الproblem solving حل المشكلات، والemotional intelligence الذكاء العاطفي. كل المهارات دي مهمة جدًا، مش بس مهمة في حياتك العملية، لأ دي مهمة كمان في حياتك الشخصية وفي تعاملك مع أي حد. طب أنا هاخد الكورسات دي منين؟ الكورسات دي موجودة على منصة معارف، دي أفضل منصة أنا بافضّلها الصراحة، منصة معارف عليها كل الكورسات، محتوى عربي وكمان مجاني، وكمان هيدّيك شهادة تقدر إن أنت تضيفها في الCV. ولو عايزينّي أعمل فيديوهات عن كل مهارة إيه أهم النقاط اللي موجودة فيها، ما تنساش تكتبوا لي في الكومنتس. وكمان لو عايزين تعرفوا إزاي تعملوا CV بنظام الATS برضه ما تنساش تكتبوا لي في الكومنتس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وfollow.